معلش يا حبيبتي خلي اختك تلم حاجاتها وتطرقنا. يبقى عشان كده جوزها طلقها عشان مش مستحملها هي وعيالها. برضه ايه يا رشا بقى، ما تروقي يا بنتي. ايه يا زوزو؟ ايه اخبار الشغل؟ كويسه الحمد لله تمام. طلع حلو؟ ارتحت يعني، لو نوعا ما الناس كويسين معايا بصراحه ومتعاونين معايا خالص بصراحه. وحته ان انا مثلا عشان الولاد وبسيبهم وامشي وبتاع، هم متحمليني يعني كده، عارفين ظروفي. طب كويس الحمد لله، ربنا بيعوض الحمد يا بنتي. لله، طبعا الحمد لله. بصي يا رشا، انا عرفت ان الشقه اللي فوق حماتي فضيت اول امبارح. بجد يا زوزو والنبي؟ فبفكر اخدها لك تقعدي فيها انت والولاد. بس انا عندي مشكله برضو يا زوزو، انا لسه نازله الشغل وما معيش فلوس، لا هدفع لها تامين ولا ادفع لها ايجار الشهر، وانت عارفه حماتك. انا عارفه، بس انا برضه انت بتبقى مصطفى بيجي اخر الاسبوع بتبقي قاعده محرجه انا وتاخدي بصراحه العيال وتنزلي طول مكسوفه النهار. جدا لما بيجي بصراحه، ببقى حاسه انا عايزه يقعد ويرتاح في بيته. والولاد برضه مع بعض كلهم الصراحه بصي مبهدلين الدنيا. بيبقى عاملين دوشه جامده بصراحه، عندك اه حق. فقلت هو انتوا ايه؟ اتقلتوا مني يا زوزو؟ لا يا حبيبتي والله مش كده، بس انا عايزاكي انت تبقي مرتاحه واحنا برضه نبقى مرتاحين، عشان ايه برضه كل واحد ياخد راحته. طب وانت حماتك برضو هتقولي كام في الايجار برضو؟ انا اتفقت مع مصطفى هاخد منه فلوس وهدفع لك الايجار وهدفع لك اول التامين اللي هي هتطلبه. خلاص ماشي، وانا بعد لحد كده ما لما ربنا يسهل عليا ابقى ادفعهم لحد لك. ما انت تقبضي. لا مش مشكله، بترجعيهم ما ترجعهمش براحتك يا باشا لا والله. لا لا، هرجعهم لك. بس ده اهم كتر خيرك حاجه برضو. اوعي تقولي قدام حماتي ان مصطفى اللي عطيكي الفلوس دي. لا 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 خلاص، انا مش هتكلم بقى، مش عشان انت هتكلم. عارفاها. بس كلامي معاها برضو خليها تاخد معايا في الايجار، ما تبقاش يعني لا ايجار عالي يعني هنكلمها، وكده. وبعدين لو اتاخرتي شهر ولا حاجه يا باشا بعد كده اهي مننا وعلينا. لا انت عارفه حماتك، لا 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 لا، بتمسك لنا على الواحده وعلى الفلوس. طب لا وعلى لا ايه؟ بس برضه هي مننا وعلينا، لو احتاجنا شهر ولا حاجه ما قدرناش ندفعه هي هتبقى معانا اكيد، يعني مش هتكرشك فعلا بره. عندك حق، يعني احسن من غيرها. احسن من الغريب. مم. خلاص احنا هنقوم دلوقتي هننزل، لا ننزل حتى نروح لها انا وانتي كده، هي في البيت اللي جنبنا انت طيب عارفه. خلاص ماشي. نروح ونبصي على الشقه لو عجبتك تمام نتفق معاها، وانا طيب. هديها فلوس وهي اول ما تشوف الفلوس هتوافق. هتوافق بقى على رايك، صح كده احسن. هي اول ما تشوف الفلوس هتوافق. خلاص كلي بقى. بس افطري بقى الاول. طيب خلاص هفطر كده وننزل على طول نروح. وروقي كده، انت مش اول واحده تتطلق يا بنتي ولا اول واحده ما تلاقيش الواحد مكان. نفسيته بقى مقفوله خالص. هي دي غلطه اللي تتجوز مع حماتها، ايه في الاخر ما تلاقيش شقه تقعد فيها هي وعيالها. الحمد لله الحمد لله اللي احنا فيه والله. ربنا يعوضك خير الحمد بقى لله يا يا رشا. زوزو، الحمد لله. بس الحمد لله ان خلصتي منه هو وامه. خلاص ارتحنا بقى، ارتحنا. الحمد لله يا بنتي. بتكلمي حد بيكلمك على الشقه احسن. يبقى هاتيها تتفرج، بس انت عارفه زي ما قلت لك اقل من شهرين المبلغ ده. تامين عشان شهرين انا تأمين. هاجي اقول لك هدفع لك شهر واحد. ماشي، اكني بكلم سمساره. كانك بتكلمي واحده عايزه الشقه او اي حد يعني. ماشي 3 2 1 اكشن. ايوه حبيبتي، ما انا زي ما قلت لك. لا هي فاضيه. لا حلوه ما شاء الله وجميله، بس زي ما قلت لك شهرين تأمين، مش هتنزل عن الشهرين. خلاص متفقين. تنوري يا حبيبتي في اي وقت تتفرجي عليه. ماشي مستنياكي، مع الف سلامه. ادخلي يا اللي بتخبط، الباب مفتوح. السلام عليكم. تعالي يا ازيك يا زوزو. ماما، عامله ايه؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد اخبارك لله. ايه؟ معايا يا باشا. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبارك الحمد ايه؟ لله. وحشاني. ازيك؟ عامله ايه ماما؟ كويسه الحمد لله يا زوزو. مش اخبارك باينه ايه؟ ليه؟ اهو انت بتسالي عليا يا زوزو مع اننا جنب بعض، بس ما بتقوليش حتى انت فين. معلش ما انت عارفه من يوم ما باشا اتطلقت وهي قاعده معايا. ما انا عارفه، ما هو ابني من ساعتها مش عارف ياخد راحته، لا مؤاخذه يعني يا رشا. ايوه يا ماما ما ينفعش نقول لها كده. ولا ما هو يهمك ما يا ينفعش طنط. برضه يا زوزو حد يقعد مع حد كده. احنا جايين لك عشان كده. عشان كده اه. خير. ما تخافيش، مش جايين قاعدها معاكي يعني. بفتكر. بصي يا ماما، انا عرفت ان الشقه اللي فوقيكي فضيت. مصطفى قال لي انك فضيتيها اول امبارح. انت عايزه ايه من الشقه؟ عايزه اخدها لرشا وعيالها يقعدوا فيها. رشا وعيلها؟ ورشا ان شاء الله هتدفع لي منين يا حبيبتي؟ ما انا بشتغل دلوقتي يا طنط. هي نزلت شغل وبتشتغل، وبعدين هي محوشه قرشين من جوزها اللي طلقها ده. ايوه معاها قرشين هتديكي اهي. بصي شهر تامين والشهر بتاع لا يا الجواز. زوزو انا كنت عايزه شهرين تامين. معلش يا طنط بقى تهاوجي معايا شويه يعني، عشان دي عشان اسيب لهم هتكسب الشقه على عيالها. راحتهم يعني. والايجار هتدفعه يعني؟ هتدفعوا أيوة. كل شهر هتبقى معاكي كده مظبوطه، اول الشهر تديكي الايجار. طب ولو ما دفعتش بقى يا زوزو اكلم مين؟ تدبسي ابني بقى اللي يدفع؟ لا يا ما تقلقيش، هي ان شاء الله اشتغلت خلاص، انا خالص اشتغلت وهتدفع. باذن الله وهواظب ان شاء الله في الدفع. خلاص اذا كانت هتدفع ماشي. هي هتدفع لك كل الايجار ما تقلقيش. خلاص ده ومعاكي لسه شهر كانت واحده تأمين. بتكلمني على الشقه دلوقتي، هتصل بقى بيها اقول لها خلاص اتاجرت. قولي لها ان احنا دفعنا لك التامين واول شهر. خلاص هتيجي امتى ان شاء الله؟
من بكره بقى لو بكرة. انت لو الدنيا تمام يبقى من بكره. بامر الله نطلع الشقه نظيفه دلوقتي وزي الفل. نسيقها ونجيب الحاجه. هي زي الفل، بس يعني كنسه كده ومسحه. هنمسحها ماشي. واجيب لها حاجتها وتيجي تقعد فيها من بكره. خلاص قومي خدي المفتاح على السفره عندك بره. خلاص يلا شكرا بينا يا يا طنط، ما باشا. تحرمش منك. والعفو يا حبيبتي، شكرا العفو. يا ماما. اهم حاجه ما تاخروش في الدفع. لا ما تقلقيش. اكلم الست بقى اقول لها. السلام عليكم. معلش والنبي يا حبيبتي انا بعتذر منك. اصل الشقه اتاجرت. هي كانت في واحده مكلماني عليها، وانا يعني كنت مش متاكده يعني هتيجي ولا مش هتيجي، فلقيتها جت وجابت لي التامين بتاع الشقه، فاتحركت منها، بس انا كنت ناسيه. كل شيء نصيب بقى، قدر الله ما شاء فعل. ماشي يا حبيبتي، مع الف سلامه، مع السلامه. يا رب يهديك يا زوزو واختك تدفع. الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. هو في ايه؟ هو كل يوم كده؟ والله العظيم انت لولا اخت مرات ابني. لا لا، عملت ايه؟ ده كنت بهدلت، كنت فرجت عليك الدنيا. لا لا، ده كده كتير. لا ده انا هطلع لها، اطلع لها تهدي عيالها دول شويه. ده ايه ده الواحد تعب، ده انا دماغي مش قادره. ايوه ايوه، في ايه؟ هو في ايه؟ انا دماغي بقت قد كده. مالك ما يا تلمي عيالك شويه. المهم فين يا طنط حنان؟ يعني ايه تلميهم فين؟ هو كل يوم خبط وهبد ورزع. العيال قاعدين في البيت يا طنط حنان. طب لما كانوش هيلعبوا في البيت هيلعبوا فين؟ لا يا حبيبتي، قولي لهم عيب، قولي لهم في ناس تحتيكوا، قولي لهم في ست كبيره تحتيكوا. ده انا لا عارفه انام ولا عارفه اعمل ولا عارفه، دماغي بقت قد كده، حرام عليك. يعني انا برضو هكتف العيال برضو يا طنط حنان؟ كتفيهم، كتفيهم يا استاذه رشا. انا خلاص تعبت، ومفيش حد بيعمل كده ابدا. بقول لك يا طنط حنان، انا قاعده في بيتي. بيتك؟ هو انت دفعتي لي شهر تامين بقى بيتك؟ الحمد لله ان ما مش ماضيين لا عقد ايجار ولا ماضيين حاجه. عليكم السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته. تعالي اتفرجي يا زوزو. تعالي يا اسمعي. ست زوزو. صوتكم جاي بالاخر الشبع تحت. العيال يا اختي خلي دماغها قد كده، كل يوم هبد ورزع وهبد ورزع. معلش يا حبيبتي، خلي اختك تلم حاجاتها وتطرقنا. ماما دي قاعده بفلوس، هي قاعده اسمعي بقى. ببلاش. فين فلوسها دي يا حبيبتي؟ شهر تامين اديتهولي، وجع دماغي طول الشهر بالفلوس. لا يا حبيبتي، طز في الفلوس. يعني انا عايزه خلي العيال شقتي. اكتفهم يا زوزو. دول عيال صغيره، هي هتظبطهم يعني؟ عيال صغيره ايه؟ دول شياطين. ده الحمد لله، يبقى عشان كده جوزها طلقها، عشان مش مستحملها هي وعيالها. برضو كده يا طنط حنان؟ انت كده. وبعدين هي دفعت لك فلوس الايجار اللي قلت عليها، تهبت توزع يبتها، مش قاعده في الشيخ. بقول لك ايه يا زوزو، احنا لا بينا عقد ولا بينا ورقه، ماشي؟ عايزين نسيبها موضوع العقد. الحمد لله يا حبيبتي ان انتوا نسيتوا موضوع العقد. وبعدين تلم هلهلها وتمشي. ما ينفعش تكونش اختي من البيت. ينفع كده يا زوزو؟ اروح فين دلوقتي انا لا انا بالعيال؟ كلم مصطفى اقول له على اللي امه بتعمله ده، ما ينفعش. قولي له يا حبيبتي، انا الشهر ده كله مستحمله الهبد والرزع والخبط والدب عشان خاطر انت بس مرات ابني، وعشان خاطر هي اختك، لكن مش هستحمل تاني. الشقه بكره الاقيها فاضيه، تلم هلهلها وكراكبها وهدومها وتسيب لي الشقه، وده اخر كلام عندي. بقول لك يا ماما، هي كده كده دافعه لك شهر تامين وشهر ايجار، هتقعدي حبيبتي. لحد ما نشوف مكان تاني. بيني وبينكم الاسم ماشي، والحمد لله تاني ان مفيش عقد، عن اذنكم. لا حول ولا قوة أعوذ الا بالله. بقول لك سيبك منها دلوقتي، اكلم مصطفى يكلمها. هنعمل ايه دلوقتي يا زوزو؟ هشوف لك مكان تاني، ما تلمي عيالك شويه، ما هو ما ينفعش كده. ولا هفضل حابسه العيال طول النهار؟ مش كفايه بقى الهم اللي هم فيه، كمان احبسهم في بيتهم؟ لا ما انا عارفه عيالك وعمايلهم. لا حول ولا قوة الا بالله.